دي بقى احلى واطرى فراخ مندي كلتها في مصر لحد دلوقتي. وده طاجن ورق عنب بالكوارع، حاجة كده جامدة جدا. وده طاجن كباب حلة بالبطاطس، حاجة كده عظمة قوي. النهاردة بقى هنجرب طواجن ابو عمر. له 3 فروع، فرع في المنصورة وفرع في طنطا وفرع في القاهرة. الفرع اللي احنا بنجربه ده فرع المنصورة، موجود تحت كوبري الجامعة قبل فندق رمضان. اول حاجة نزلت لنا بقى من عنده هي الشوربة. عصرت عليها ليمونة كده ودقتها، كان طعمها حلو قوي وتفتح النفس. بعد تلت ساعة تقريبا نزلت لنا الطواجن. اول حاجة بقى هنجربها هي طاجن الورق العنب بالكوارع، وكان مدين عليه ليمونة كده، وكان طعم الورق العنب بصراحة فيه مزازة كده وطعمه جامد قوي. حتى الكوارع نفسها ما كانش ليها ريحة، وكانت ريحتها كويسة جدا. ولو انت من الناس اللي ما بتحبش الكوارع فالطاجن ده برضو هيعجبك. هو اي نعم تقيل شوية، بس طعمه كان جامد قوي، وكميته بالنسبة للفرد انا شايف ان هي كويسة قوي. ورق العنب كان غرقان في قلب الشوربة. الطاجن ده كان سعره 160 جنيه. نخش بقى على طاجن كباب الحلة بالبطاطس، ويبقى عبارة بقى عن لحمة وعليها بصل، وكل ده متحوط ببطاطس ودخل الفرن لما بقى مولع. التتبيلة بتاعتها جامدة قوي، وطعم البطاطس كمان جامدة جدا، بس كانت سخنة ومش عايزة تبرد. قلت اجيب حتة عيش كده واطلع حتة لحمة كده. اللحمة كانت مستوية كويس جدا ودايبة قوي، وطعم التتبيلة مع البصل صراحة كانت جامدة قوي. ودي من الاحسن الحاجات اللي انا جربتها عندهم. الطاجن ده سعره 170 جنيه. هم اسمهم طواجن ابو عمر، وبصراحة الطواجن عندهم كانت جامدة قوي. نخش بقى على احسن حاجة انا جربتها عندهم، وهي الفراخ المندي. نص فرخة مندي مع رز ب 150 جنيه. طعم الرز اللي جاي معاها جامد قوي، خصوصا بقى لو حطيت عليه بقى شوية سلطة دقوس كده، هيبقى الطعم في حتة تانية. الفراخ المندي عندهم كانت طرية ومستوية وطعمها جامد قوي، زي ما انت شايف كده، تحس ان هي سايبة من بعضها. طعم المندي والتتبيلة اللي فيها جامدة جدا، واللحمة طرية وبتدوب، وحاجة كده جامدة قوي. ودي فعلا اجمد حاجة انا جربتها عنده. حتى كمان اللحمة بتاع الصدر مستوية كويس جدا، والتتبيلة واصلة لها في كل حتة فيها كده. ودي من اجمد الفراخ المندي فعلا اللي انا اكلتها في مصر. وبكده تكون انتهت تجربتنا النهاردة. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامدة جدا. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة.